الليل هو بيتصل بيه من زهارة بس ما كانتش بترد عليه، وتاني يوم بتيجي عنده البلكونة وقالت له خير ليه كنت بتتصل بيا؟ انا كنت مشغولة، يلا بسرعة اتكلم، اصل انا ما عنديش وقت. وبيقول لها سومي ساكورا اتصلت بيا، بتقول له اكيد عايزة تمرنها زي عوايدها يعني. وقال لها بس انا ما عنديش مانع، وقالت له لو كده لازم تروح تقابلها الساعة 11. وقال لها خلاص احنا هندبر امرنا. بتقول له مبسوطة علشان سمعت منك الكلام ده، بالتوفيق، وبتشكره. كازو بيقول هي ليه مزهرة مستعجلة للدرجة دي؟ وليه أصلا شايلة هم سومي ساكورا؟ وكمان كانت شايلة هم روكا. البنت دي ليه بتظهر إنها قوية مع إنها من جواها أكيد زعلانة؟ وبيقول أتمنى إنها تكون بخير، ده أهم حاجة عندي. وبيروح يتقابل مع سومي ساكورا، بيقول لها أنا هنا. وزي ما بنعرف على سومي ساكورا، بنت بتتكسف جدا وجاية ولابسة لبس المدرسة. بيتفاجئ جازو وبيقول هي ليه اللي جاية لابسة اللبس ده يعني؟ هنا بيقول لها صباح الخير، بس سومي ساكورا بترد عليها بالحركه دي وبتقول له خلينا نروح للمكان ده. كازو بيقول ايه ده، هو احنا هنقضيها بكده ولا ايه؟ هي اكيد هتقرر هنروح على فين اليوم ده، يوم سومي ساكورا. وبتجيبوا المكان الكلاسيكي ده، وكانوا ساكتين مش بيتكلموا، وحتى وشها احمر وقال حامل ايه مع البنت دي، بس على العموم اتسلينا شويه يعني. وجابته للمكان السمك، وهو بيحب المكان ده جدا. وطبعا كانت مبسوطه علشان شافت كازو قد ايه هو مبسوط، واخيرا عملت حاجة كويسة وبتشكره علشان عجبه المكان. هنا كازو بيقول بجد سوني ساكورا بنت لطيفة ومؤدبة كمان، وكمان جابتني للمكان الجميل ده. هنا بتجيب له العصير ده وقال لها شكرا، خلاص بعد ما اشرب العصير هديكي حقه علشان انا متعود ادي فلوس يعني. وطبعا سومي ساكورا بتزعل علشان هي اشترت العصير ده من حسابها، اصلها عايزة تعمل حاجة مختلفة عن البقية، مش زي اللي بيخرج معاهم دائما هو اللي بيدفع الحساب. وبتجيبه كمان للمكان الجميل ده. كازو بيقول بجد مكان جميل جدا، اكيد كل اتنين بيحبوا بعض بييجوا المكان ده. سومي ساكورا بتعمل له الحركة دي وبيقول لها كازو يعني اجي اقعد جنبك؟ بتقول له ايوه. وبيقول بصراحة اول مرة اجي للمكان الجميل ده، اول حاجة لبست لباس المدرسة، تاني حاجة اخدتني المكان السماك، وكمان اخدتني المكان الكلاسيكي. المهم النهاردة انا اكتشفت اماكن جديدة. بس سومي ساكورا لسه مكسوفة، حامل ايه مع البنت دي علشان تبطل الكسوف بتاعها؟ هي بس بنت مستأجرة اصلا، ليه بتتكسف؟ هنا بتقرب جنبه وبيقول ايه ده، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ بيقول لها سومي ساكورا هو انت بخير؟ هو انت عايزة تروحي؟ بس سومي ساكورا بتقول له لا. كازو بيتفاجئ وبيقول بس الوقت متأخر. هنا بعد كل اللف والدوران ده كانت مكسوفة علشان عايزة تديله الهدية دي. وبيقول لها الهدية دي علشاني انا؟ سومي ساكورا بتقول له ايوه. وبيقول لها كازو هو انا ممكن افتحها؟ بتقول له طبعا. كازو هنا بيفتكر لما سألته على عيد ميلاده، وبيقول علشان كده سألتني على عيد ميلادي علشان تجيب لي الهدية. بجد سومي ساكورا بنت ما فيش زيها. ولما بيفتح الهدية بيلاقي قبوع، القبوع اللي كانت دايما بتشوفها وبتقول له قيسها علشان تشوف اذا كانت هتليق عليه ولا لا. بس طبعا هو كان مكسوف وبيقول لها بس قولي لي بصراحه هي لايقه عليا ولا لا. سومي ساكورا بتفضل تصفق له كده وبتقول له 100%، بس بحركتها دي يعني. بيفضل يبص عليها هو مصدوم، وبيشوف قد ايه هي مبسوطه طبعا علشان لحظه انه كازو انبسط بالهديه، وبيبدا عيونه يدمعوا. وبيقول سومي ساكورا بنت صالحه محترمه صحيح بتتكسف وكمان مش بتتكلم كتير، بس المهم بتفكر فيا وبتعمل اي حاجه علشان تبسطني انا. ما كنتش متوقع انها هتجيب لي هديه او حتى هتفتكر عيد ميلادي، بس المهم في النهايه احنا الاتنين انبسطنا. وبيفتكر روكا زائد ميزوهارا وبيقول انا بجد عالق بين التلاتة مش عارف اعمل ايه. هنا سومي ساكورا بتكتب له في التليفون وبتقول له هو في حاجة، بس طبعا كازو مش هيقدر يقول لها. يقول ايه السؤال الغريب ده، ازاي هقول لها ان انا بفكر في روكا واهم بنت شغلة دماغي هي ميزوهارا؟ هنا بيقول يمكن تكون لحظت عليا، خصوصا بتبصلي البصات دي. وطبعا بيقول ايه ده، هو انا ممكن اقول لها؟ طبعا بيرجع في كلامه وبيقول لها هو بصراحة مفيش اي حاجة، بس انا متوتر حبتين. وطبعا سومي ساكورا بتزعل وبتاخد موقف منه. هنا بيقول هو انا هعمل ايه مع البنت دي دلوقتي، ازاي هقول لها؟ وبيفتكر اول يوم اتقابل مع سومي ساكورا والمواقف اللي بتعملها علشانه، يعني بتعمل حاجات علشان هو ينبسط، هو مش عايز يزعلها بس بتمسك ايده. وبيتفاجئ تقول له انا معاك، ممكن ما تخبيش عليا حاجه، واي حاجه وجعاك جواك قولي عليها انا هوقف جنبك. كازو بيفضل يبص عليها كده
هو متفاجئ ازاي هقول لها، اصلا الموضوع يخص ميزوهارا، مشكلتها يعني. هنا بيقول هعمل ايه، هقول لها يعني، بس بيحكي لها القصة على اساس ان هو صديق ليه. وطبعا سومي ساكورا بتركز معاه وبيقول لها بصراحة صديقي جدته تعبانة وهو عيلته كلها ماتت، بس عايش مع جدته ودلوقتي حاسس ان هو وحيد. بس طبعا مش بيظهر لأي حد، بيظهر ان هو قوي وطبعا جواه بيتألم وانا مش قادر اعمل له اي حاجة. في النهاية الموضوع بيخص العيلة وانتي عارفة يعني ايه عيلة، اكيد هيكون موجوع بس مش عايز يظهر لأي حد. وانا متأكد ان هو دلوقتي وحيد، وطبعا هو كان بيوقف معايا بكل اوقاتي الصعبة ومش بيخليني ازعل نهائيا، عكسي انا دلوقتي مش عارف اعمل له اي حاجة. وطبعا كان بيهتم بيا وبيهتم بعيلتي وبجدتي كمان، لدرجة انه جدتي بتحبه جدا، وفي اصعب معاناته كان بيجي يقف جنبي انا، وانا طبعا مش عارف اعمل ايه. وطبعا بيعمل كل ده علشان جدته، عايز يوري نجاحه لجدته وبيعمل كل جهد ده وبيجتهد يوم عن يوم علشان يظهر لجدته ان هو حقق حلمه، ولو ماتت جدته مش هيكمل حلمه اكيد. عيونه دمعوا. اما سومي ساكورا اتأثرت بالقصة وابتدت تعيط، وطبعا كازو اعتذر منها علشان اتكلم كتير وغير الاجواء يعني دراما، وطبعا لازم يعتذر مني انا كمان، خلينا نرجع. وقال لها انسي الموضوع. بس لما فتح عينيه كده لقى سومي ساكورا هي كمان بتعيط، وقال لها سومي ساكورا انا بجد اسف، هو انا عملت حاجة؟ هو انت بخير؟ اكيد قلت حاجة غلط. بس قالت له انت ما عملتش اي حاجة. وقالت له كازو انا فاهمة شعورك، وعلى فكرة انا معاك وانت مش لوحدك. وطبعا سومي ساكورا علشان على نيتها افتكرت انه كازو بيتكلم على نفسه. قال ايه اللي انا عملته ده، انا بجد واحد غبي. سومي ساكورا بنت طيبة وافتكرت ان انا بتكلم على نفسي، فهمت الموضوع غلط. وطبعا مش هقدر اقول لها ان انا بتكلم على ميزوهارا علشان ما اجرحهاش. وهنا بيقول راسي بيوجعني من كتر العياط. سومي ساكورا بتشكره على اليوم الجميل ده، ما هو واضح ان هو جميل، وبتقول له خلص الموعد بتاعنا اشوفك بعدين. اما كازو قال خلاص انا عرفت هعمل ايه علشان ميزوهارا. وفي الوقت اللي هو بيفكر في ميزوهارا وهيعمل ايه علشان يبسطها، كانت ميزوهارا خارجة مع شخص تاني، وهو ده الشخص اللي استأجر ميزوهارا. هتعمل ايه، ده شغلها ومضطرة انها تشتغل اي حاجة عشان تحقق حلمها وتوفي بوعدها لجدتها وتظهر للكل انها قوية، وهتعمل اي حاجة علشان حلمها. مفيش حاجة اسمها استسلام. بالنسبة لكازو هيعمل ايه علشان ميزوهارا هنعرفه في الحلقة القادمة اللي هي الأخيرة. ما تنسوش الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام.